وانت لو سمعتني اتكلم سرياني حتقول لي تتكلم كانك بتتكلم سوري، وهذا حقيقي. اصلا كلمه سوريه هي سوريو يعني سرياني بالغربي، سوريايا يعني السرياني بالشرقي، سورياي هي سوريه. والشعب السوري الاصيل هو شعب سورياني في الحقيقه يعني. فالان نقول سريان كلدان اشور واحد، اللغه واحده، هو لانه فعلا نحن اخذنا الابجديه من اللغه السريانيه، وهذا ذكره البلاذري في معجم البلدان، انه اجتمع نفر من العرب وقاسوا الهجاء فوضعوا الخط وقاسوا هجاء العربية بهجاء السريانية. لغتنا العربية أو حروفنا العربية ما تطورت التطور اللي أنت شايفه الآن غير بعد عصور، لما وضعت النقاط ولما جاء الحجاج بن يوسف الثقفي وبعدين جاء أبو الأسود الدؤلي وضع النحو وغيرها، لكن الحروف ما ظهرت غير في القرن الرابع الميلادي، بينما السريانية ظهرت سبقتها بأكثر من 1000 سنة. وبالمناسبة احنا عندنا في ناس يقولون عكس هذا الأمر، في ناس يقولون العربية هي الأولى، في ناس يقولون ذلك، في ناس يسموها اللغات العروبية، في ناس يقولوا أنا سألت الدكتور حسين أبو الحسن تسميها اللغات العروبية، قال أنا أفضل اللغات السامية، هذا الاسم الحقيقي. أما أن اللغة العربية هي أبو اللغات وغيره، حندخل في موضوع طب مين العرب؟ طب مين أول ذكر للعرب؟ طب هل سيدنا إبراهيم كان عربي؟ أنا أمير سيدنا إبراهيم كان كلداني، ولد في أور 1815 قبل الميلاد، كيف يكون عربي؟ إسماعيل ولد 1700 قبل الميلاد، طب في عرب قبل إسماعيل، في ثمود سبقوا إسماعيل، عاد سبقوا إسماعيل، هود سبق إسماعيل، صالح سبق إسماعيل، كيف تسمي إسماعيل؟ ولا تعتبرها نقص أنك تقول إسماعيل أبو العرب المستعربة. لاحظ أن القرآن الكريم هو أول كتاب عربي، القرآن الكريم هو أول كتاب عربي. العربية اللي أتكلم بها أنا وأنت الآن هي عربية في رأيي هي عربية عبارة عن مزيج بين العربية الجنوبية واللغة السريانية. ثاني شيء، القرآن الكريم فيه كثير من الكلمات والجمل التي لها أصول غير عربية، وهذا لا يطعن في القرآن. يا أخي أسماء الأنبياء كلها أعجمية، أسماء الأنبياء إبراهيم، إسحاق، يعقوب، إسحاق يعني ضحاك بالعبرية يتسخاك، إسرائيل يسرائيل، أسماء اللي تنتهي بإيل، يسرائيل، جبرائيل، ميكائيل، جبرائيل رجل الله، يسرائيل يصارع مع الله، ميكائيل من مثل الله، شمعائيل سمع الله نداء لما سيدة هاجر سمته. هذا لا يطعن في عروبة القرآن الكريم، لكن نحن نقول إنه هذه عبارة عن أشياء ذكرها الصحابة. إذا أنت أو إذا حضرتك يعني عفوا والمشاهدين عنده شك في هذا الكلام ليفتح كتب التفسير ويجد أنه هناك كثير من الكلمات قال عنها المفسرين هذه سريانية وهذه عبرية وهذه كذا، لكن ما يتكلم في المفسرين ويتكلم في شاب ممكن طرح الشيء ده لأنه سهل الهجوم عليه. أنا ملزم الآن أن أقول للناس إنه هذه المعلومة هي المعلومة الصحيحة. ما تشاهدونه في مدائن صالح، وهذا اسم حديث بالمناسبة، هذه ليست إلا مقابر للأنباط، وكتب عليها بالخط النبطي إنه هذه المقبرة دنا كفر دي عبد، يعني هذا القبر الذي صنعه، واسم حشيكو برحميدو مثلا. يعني ثمود ما لهم أي علاقة بما نشاهده الآن من أحسنت، تعرف الجبال المنحوتة وما إلى ذلك. خلينا نكون دقيقين. الحجر الذي ذكرها القرآن هي ثمود، نعم، لكن ما نشاهده الآن ما نشاهده الآن من تسمى المونيومنتس أو المباني، هذه نبطية 100%، ولها ارتباط وثيق جدا بتلك التي في البتراء في الأردن، لأنه في الأخير الأنباط أسسوا مملكتهم في البتراء ونزحوا جنوبا إلى الحجر. ايوه، تشوف القواسم مشتركة حتى في طريقة البناء. والخط هو اللي كشف لنا أشياء كثيرة جدا. شايف اللغات القديمة إيش فائدتها؟ ما تعتبر ما إن هذا يعني على قولتهم نخبوي؟ مثل لا إنه الطيور طارت برزاق، خلاص يا أخي وش لغة لن نستفيد منها. بالعكس يا أخي، اللغة العبرية جمالها إنها لغة الأنبياء. اللغة السريانية جمالها الحقيقي إنها لغة المسيح عليه السلام. إذا استشعرت هذا الشيء، طبعا اللغة السريانية لغة التجارة ولغة الحضارات ولغة الممالك القديمة ولغة سوريا ولغة كذا، لكن إذا استشعرت هذا يا أخي، على الأقل أنا أريد أن أعرف المسيح كيف قال أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم صلوا لأجل الذين يضطهدونكم.